سلام سلام، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو لقاكم بخير وعلى الف خير. اليوم جبت لكم بحلاوه، ولا كاين يقولها بقلاوه، بدون آلة ولا بلا ماشينه، غير بالحلال وبيدك وانتي درتي احسن واحلى بحلاوه. كما راكم تشوفوا فيها مورقه والتوراق تاعها راه باين. ما نطولش عليكم، نبداو في المقادير وطريقه التحضير. متنساوش جيم والاشتراك بالقناه اللي راهم جدد. نروح نجيبو الكاسرونه تاعنا ونديرو فيها 250 غرام زبده التوريق و 250 غرام مارغرين، ندوبوهم ونخلوهم يبردوا مليح. 200 غرام 250 غرام زبده التوريق و 250 غرام مارغرين، ندوبوهم نخلوهم يبردوا. هنايا فرينة جبنا 530 غرام، واللي تبغي تكيل بالكاس هذاك يدير 5 كيلات، ولا أي كيلة ديري 5 كيلات مع كيلة ليدام، يكونوا نص مارغرين ونص زبدة التوريق. قلنا ندوبوهم نخلوهم يبردوا مليح ونروحو نخلطوهم مليح مع هذيك الفرينة حتى قعدت الفرينة تاعنا تشرب هذوك ليدام. ولا كنا في فصل الشتاء بيان سور فوتوهم في السيار ولا صفوهم. نروحو نديرو لهم حبة تاع البيض بدرجة حرارة الغرفة، والقرصة تاع الملح والمغرف تاع لافاني، هذه باش تعطرها لنا، والملح باش نعدلو الذوق. نروحو نعاودو نخلطو كامل هادو. كاين اللي يبغي يدير الحبة تاع البيض في الكيلة تاع المزهر والماء، انا دي فوا الكيلة هذيك ما تكملهاليش باش ما نفرديش الحبة تاع البيض، صافي نخلطها هنا وحدها. ومن بعد نروحو نجيبو نفس الكيلة نديرو نصها ماء ونصها مزهر، واللي يكون المزهر تاعها ماشي قاطع دير غير المزهر وحده بلا ماء. نروحو نبداو نرشو ونبسو ونلمو حتى نتحصلو على عجينة. وهنا دوك نديرلكم نقولكم على الاساس تاع علاش درت 530 غرام تاع الفرينه. هنا درنا يعني سني، الا كان مربع ولا مستطيل نديرو الطول في العرض. هنا يعطيكم الكميه تاع الحشو والكميه تاع العسل. هنا عندي سني تاعي في 23 على 23، كي ضربت 23 في 23 عطاتني 529، يعني 530. درت 530 غرام تاع الفرينة والحشو. هنا بعد اللي كملناها نروحو نغطوها نخلوها ربع ساعة، ومن بعد نجيبو نوزنوها. هذاك الوزن اللي نلقاوه نقسموه على 10. هنايا كنت باغي ندير 5 من تحت و5 من الفوق، من بعد درت غير 5 من تحت و4 من الفوق باش ما تجينيش كبيرة بزاف، واللي يبغيها غليظة بزاف زعما من الفوق مورقة بزاف يدير 5 5. هنا بعد اللي درناهم نروحو نجيبو نحمصو الكاوكاو تاعنا. كيما راكم تشوفوا انا نبغي محمص مليح، كي يقولك خليه ابيض انا ما نبغيش ابيض، نروح نحمصه مليح ونروحو نطحنوه كيما راكم تشوفوا، ما تخلوش غليظ بزاف. هنا اللي ما عندهاش ما تعرفش كيفاش تحسب الحشو، تروح تجيب السنيوه تاعها اللي غادي دير فيها وتفرغ فيها الكاوكاو باش تعرف زعما الكاوكاو شحال دير، تفرغ وتخلي قد 2 صباع هكا تاع العجين. هنايا نروحو نخلطو قلنا 3 كيلات تاع الكاوكاو مع كيلة تاع السكر باش ما تجيناش حلوه بزاف، ونبداو نلموها بالمزهر. هنا ماشي نلموها ولا ما نديروهاش عجينه ولا ما نخلوهاش جاريه، نخلوها كيما مبركسه كيما نقولوا حنا، كيما بركوكس يعني، باش الحشو تاعنا هذا هو السر في الحشو باش ما يجيناش يابس، يعني ما نخلوهاش عجينه وحده وما نشمخوهاش بزاف. هنا نشمخوها كيما راكم تشوفوا هذه الطريقه، نخلوها هكا شويه فركته، ونروحو نبداو نحلو في العجينه تاعنا. بعد اللي خليناها ارتاحت نرمدوها مليح في المايزينا ونقلبوا الحلال ونحلوها مليح، نحلوها رقيقه. انا هنا العجينه تاعي درتهم صغار خاطر السنيوه تاعي ترفد حجم صغير. نحلوها مليح سهله يعني. ونروحو نجيبو السني تاعنا نديروه على حساب العجينه كما راكم تشوفوا هذه الطريقه، باش نعرفوا الى نزيدو نحلو العجينه ولا بزاف. بعد اللي نحلوها نروحو نليموها، راكم تشوفوا هنا حتى نشوفوا باللي البلون دو طرافاي تاعنا بدا يبان لنا شويه باش نعرفوها بلي راهي ثقيله. وسمحوا لي على الحس والازعاج اللي راكم تسمعوا فيه. هنا قلت لكم القاعده تاعنا، الا نديرو طول في العرض باش نعرفوا الكميه تاع الحشو والكميه تاع الفرينه والكميه تاع العسل. وإلا كان عندنا سني مدور نديرو القطر في القطر، يعني إلا كان عندنا القطر 16 نديرو 16 في 16. نروحو نجيبو هنايا هذيك الكمية
اللي غادي تبقى لنا من الزبده تاع التوريق والمارغرين هي اللي غادي نخدموا بها كلشي. يعني كما غادي نستغلوها كامل حتى للنهايه. نديروا 250 غرام في 250 غرام تاع زبده التوريق و 250 غرام تاع المارغرين، غادي نكملوها كاع، هي اللي غادي دروك نستعملوها. ندهنوا البلاط تاعنا ونروحوا نحطوا العجينه. هذه الطريقه سهله باش العجينه تاعكم ما تغبنكمش. نروحوا ندوروها في الحلال ونبداو ندخلوا في العجينه مليح في الاطراف تاع السنين. هنايا نورمال الا تخسرت لكم العجينه الاولى والزوجه لخاطر هي لاباز على الفوقانيه اللي الوجه تاع البحلاوه. هنا غادي نروح ندير العجينه الاولى ومن بعد ندهنوها بطبقه تاني خفيفه تاع زبده التوريق والمارغرين ولا كان عندكم السمن الثاني، ندهنوها. نعاودو نديرو الطريقه الثانيه تاني، نديرو العجينه الثانيه الثالثه حتى للرابعه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. هنا غادي نسرع لكم الفيديو. قلت لكم بعد اللي نديرو الطبقه الاولى نديرو هذاك ليدان اللي كانوا عندنا مارغرين مع زبده التوريق ولا كان عندكم السمن ثاني، نروحو نحلو العجينه الزوجه ثاني بنفس الطريقه، نديرو فيها المايزينا. نستعملوا المايزينا نحلوها بالمايزينا، نحلوها مليح ومن بعد كاينه ثاني نديروها فوق هذيك الطبقه ونعاودو ثاني نديروها بالمارغرين وزبده التوريق يعني هذوك ليدان، وثاني نزيدو لها من الفوق كيما هكا حتى نديرو الطبقه الرابعه. هنا يعني كاع الا ما فهمتونيش في الهضره غادي راني دايرت لكم بالتفصيل راكم تشوفوا، يعني لازم لكم تتابعوا الفيديو خطوه بخطوه. وهنايا كيما راكم تشوفوا لازم ما نخلوش الهواء الداخل. راكم تشوفوا لازم نعاودوا كاع الا دخل لكم الهواء عفوا تجبدوا العجينه تاعكم بالسياسه وتخرجوا داك الهواء تاعكم. نعاودوا ندهنوا ثاني الطبقه كيما هكا، نديروا هذه الطبقه الثانيه، نزيدوا الثالثه الرابعه في الخامسه نحبسوا الخامسه التاليه اللي غادي نديروا فيها العجين ماشي غادي نديروا لها اليدان. هذه هي الطبقه الخامسه تاعنا، ما نديرولهاش اليدان قلنا نروحوا نديروا الحشو ديريكت. الحشو هنايا نديروه بكميه متساويه ومن كما راكم تشوفوا راني غير نحط فيه ونزربع فيه، ما ندكوهش ما نعبزوش عليه باش ما يجيناش، يعني لازم ما نعبزوش خلوه مفركت ولازم الطبقات تكون متساويه كاع فيهم. ونروحوا نزيدوا نحلو العجينه ونحطوه فوقها باش عاده نكملوا الطريقه تاعنا تاني نبداو ندهنوا. هنا تاني كي تحطوا العجينه ما تقعدوش انا مانيش نعبز عليها، راني غير من الفوق. هنا ما تعبزوش عليها ما تدركوش عليها. هنا بعد اللي درنا كاع الطبقات هذه الطبقه الرابعه، قلت لكم انا من الفوق درت غير 4 كنت بندير 5 درت غير 4. الطبقه الرابعه هذه هي بعد اللي كنت درت الطبقات الاخرين. ونبداو نقطعوا في الحواشي. هنا الحواشي ما تبداوش من فوق تاع السني كما راكم تشوفوني خارجه شويه على السني ومقطعه باش كي نقطعوا الداخل ما تعاودش تهود لنا هذيك العجينه. الطريقه راهي باينه راهي موضحه في الصور، الفيديو راه يبين كلشي. وهنايا باش تجيكم الحبات متساويين من الاحسن تروحوا تجيبوا مسطره كما راني دايره وتبداو باش تبداو تعينوا في الخطوطه باش الحبات قلنا تاعكم يجوكم متساويين. هنايا انا كي درتها مربع ما بغيتش نديرهم مقروطات، درتهم مربعات باش الحبات زعما ما نخسرش الحبات، يعني سني كومبلي ندي منها الحبات. هنا غادي نديرو غير من الفوق كما راكم تشوفوا، غير نعينوا الخطوطه ما غاديش نضركو ولا ما غاديش نقطعوا حتى لتحت. علاش ماشي غادي نقطعوا لتحت؟ لاخاطش هنا غادي هذيك اللي بقات لنا غادي نروحوا بهذا الرشيم راكم تشوفوا فيه غادي نطبعوا هذوك الصدفات باش نزوقوا من الفوق. هنا كنجو نقطعوا ضربوك ومن بعد كينا نبداو نزوقوا بالصدفه بهذا الصدفات ونديروا الحبه تاع اللوز. غادي الحشو تاعنا يخرج لنا وغادي الطبقه ثاني هذيك كي نكونوا مقطعينها شادير تعاود تلازم بلاصتها والحبه تاعنا تتخسر. هنايا كما راكم تشوفوا نديروا الحبه تاع الصدفات وندخلوا فيهم هذاك الحبه تاعنا تاع اللوز مليح. هنايا ما روماركيتش راهي بلي كنت قالبه التليفون ونصور معليش، مهم راه باين الطريقه كيفاش نروحو حتى نحطو الصدفات ومن بعد كينا نحطو فيهم الحبه تاع اللوز. والتزيين يقعد اختياري ونحطو فوقهم حبه تاع اللوز باش عاده قلنا ما ندركوش عليهم
على هذا اللي قلنا ما نقطعوهمش حتى نديروا لهم التزيين. والتزيين يقعد اختياري. وما تنساونيش بالجيم وكومنتير شباب، الاشتراك اللي راهم ماهمش مشتركين جدد، وبارطاج اللي تاهم الفائده. هنا قلت لكم بعد اللي كملناهم كاع درنا لهم هذوك الحبات تاع اللوز. هنا عاده باش عاده نروحوا نقطعوا فيهم، نقطعوا الحبات تاعنا. تاني كي نبداو نقطعوا فيهم ما نقعدوش ما ندخلوش الخدمي ولا السكين ونجبدو ديريكت، لا لازم ندخلو مليح، لازم الخدمي تاعنا ولا السكين تاعنا نحسوه بلي راه وصل حتى للسنيد تحت باش نقطعو مليح. نبداو نقطعو ونبداو نطلعو. عمركم ما تديروا الخدمي ومن بعد كينا تبداو تجبدو، لازم تبداو تدخلو وتخرجوا فيه باش عاده الحبه تاعكم هنايا ما تخسر لكمش. هنا نروحوا في الحواشي تاني باش الحبه تجينا متحوفه، يعني باش ما تديناش الحاشيه بزاف. ونبداو نقطعوا في الحبات تاعنا. قلت لكم ندخلوا حتى لداخل نجبدوا، ما تقعدوش تدخلوا ومن بعد تنشعوا ديريكت، راه غادي تخسروا الحبات تاعكم. الطريقه راهي باينه موضحه، الفيديو راهي بيان كل شيء. هنا وتقلبوا تاني الحبه باش ما تخسر لكمش وتبداو تقطعوا. والكميه تاع هذاك تاع الليدام اللي بقات لنا اش نديرو؟ نروحو نعاودو نسقوها من الفوقه ونخلوها تريح. الا كنتو مقلقين فيها خلوها نص ساعه ولا ساعه ودخلوها للفور من تحت الطيب ومن بعد كينا ولا كنتوش مقلقين خلوها تبات. قلنا 180 درجه، لازم الفور تاعكم تكونوا محمينه مليح، يكون انا خليته واحد الساعه هو يحمى باش عاده دخلتها الطيب ودخلوها طيب من تحت. انا هنا الطريقه هذه دخلتها من تحت وطلعت سنيوه للفوقه، حدالي هذا التحميره بلا ما نشعل عليه من الفوق. هذه انا خفت نعرف الفور تاعي بلي كي نشعل عليه من تحت يحمر لي حتى من الفوق، بصح اللي كل وحده وتعرف الفور تاعها من تحت شعلوا عليه. كي تشوفوا الجوانب هذوك احمروا وهذوك الاطراف توخروا شويه على السني عاودوا شعلوا عليها من الفوق. وتكونوا موجدين العسل تاعكم يكون بارد تروحوا تسقوه. انا هنا قلت لكم الكميه تاع العسل تاني على حساب القاعده، الكميه تاع العسل 530 غرام تاع العسل اللي سقيت بها. هنا بعد اللي تسقوا تعاودوا تروحوا تفوتوا بالخدمي ولا بالسكين حتى لتحت باش نضمنوا بلي هذاك العسل يهود لنا حتى لتحت، ونزيدوا نحلوا الحبات تاعنا مليح. شوف راهي تشهي وجات طريه. ومن الافضل ما تقلعوش الحبات تمتم، خلوها تزيد تبات لكم حتى الغدوه ولا الا ما كنتوش مقلقين ولا حتى يومين باش تشرب لنا مليح مليح هذاك العسل تاعنا. وهذه هي البحلاوه تاع نهار اليوم، الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. انتظروا وصفات ان شاء الله جدد وغادي كما يقول لك عدنا والعمد احمد. ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يكون نال اعجابكم. ما تنساونيش بالجيم واشتراك في القناه وتعليق شباب. سلام الى فيديو اخر ان شاء الله.